طبعا شغل البروكر بيبقى عندك نوليدج كبيرة جدا، بتبقى يعني شخص ملم بالسوق بشكل كبير، عندك نوليدج عن كل حتة، بتذاكر كتير. انت في شغل البروكر انت بتبيع خدمة، يعني انت مش بتبيع الديفلوبر هو عنده البرودكت بتاعه، لا انت بتبيع خدمة، بتبيع سيرفيس. طب انت هتبيع الخدمة دي او هتقدمها للعميل على اساس ايه؟ على اساس مذاكرة كتير جدا، لازم تبقى مذاكر وملم بشكل كبير جدا بالسوق وبالمشاريع اللي موجودة فيه، وعندك انفو بشكل كبير قوي عن كل المناطق. تمام. بيبقى عندك برضو بتكتسب خبرة كبيرة جدا في المكالمات، ان انت لازم تتطور في المكالمات بشكل كبير، لازم ان انت تقدر تعمل مكالمة قوية وكويسة عشان تقدر ان انت تجذب بيها العميل او تجيبه ميتنج. بتقدر ان انت تشفت العميل بقى من مكان لمكان او من مشروع لمشروع. بيبقى برضو عندك حته التشفيت دي، بتبقى على طول البروكر دماغه حاضره، ده ما ينفعش فاروح واخده على كذا، البادجت دي مش جايه هنا فاروح واخده على المشروع اللي هنا. فعلى طول دماغه بتبقى حاضره في حته التشفيتات والنوليدج والانفورميشن. واحد شغال على التجمع جاله عميل، لا قال له لا ده انا عايز اكتوبر، فبيرجع ان هو يذاكر ايه اللي عندي في اكتوبر. فعلى طول ده طبعا بيبقى في خلال سنين، يعني الخبره عشان انت تقدر ان انت تقدم للكلاينت سيرفيس ده بياخد سنين. هو الراجل بيثق فيك على اساس النوليدج اللي عندك، وان انت فعلا بيحس ان انت بتوديه للطريق الصح. هتكلم بقى عن الشغل في شركة ديفلوبر. انت لما بتشتغل او سيلز الديفلوبر اللي شغال هو بيبيع برودكت، بيبيع المنتج بتاع الشركة. فانت خلاص ما عندكش غير المشروع ده او الكام مشروع دولت بتوع الشركة هو اللي انت شغال عليهم، عكس البروكر يقدر يشتغل على كل المشاريع ويشفت براحته. فانت العميل لو ما اشتراش عندك خلاص مش تعرف تعمل معاه حاجة تاني. طيب الشغل بقى في الديفلوبر بيكون ازاي؟ اول حاجه دلوقتي، في زمان كان الديفلوبر بيعتمد على البيع الدايركت بشكل كبير قوي، دلوقتي السوق اتغير وبقى البيع معتمد على الاندايركت بنسبه كبيره جدا جدا جدا. فانت بيكون تركيزك مع الشركات البروكر، بتمسك اكونتات بروكر، بتبدا ان انت تهندل الاكونتات دي، بتبعت اوفرز للشركات، بتبدا ان انت تعمل علاقات كويسه مع السيلز والمديرين واصحاب الشركه عشان خاطر يبداوا ان هم يسبورتوا معاك او يشتغلوا معاك. لازم تكون اكتف على طول مع الناس دي. الناس دي انت المفروض تعاملها معامله الكلاينت، لان انت الكلاينت بيشتري معاك بتكسب من وراه، الناس دي برضو بتكسب من وراه، فلازم تعملها معامله الكلاينت، ترد عليها، تهتم بالريكوستات بتاعتهم، تهتم ان انت تبعت لهم الحاجات بسرعه، تبقى اكتف على طول معاهم على الجروبات. بتنزل طبعا اورينتيشنز، برضو دي من ضمن الحاجات اللي السيلز ديفلوبر بيعملها، بينزل اورينتيشنز للشركات عشان يشرح لهم المشروع بشكل اوضح لو عندهم اسئله. فدي من ضمن طبعا المهام اللي بيعملها سيلز الديفلوبر. طيب السكيلز بقى او المهارات اللي عند سيلز الديفلوبر، طبعا بيكون عنده برزنتيشن سكيلز، بيبقى عنده سكيلز في القعده على الترابيزه والكلوزنج. السكيلز دي بيكتسبها مش عشان هو يعني خلاص اجمد حد في الدنيا، لا انت الممارسه بتعلم اي حد. فانت من كتر البراكتس، من كتر ما بيقعد في ميتنج، من كتر ما بيقعد على الترابيزه، من كتر ما بيتناقش والكلام ده كله، فبيبقى عنده برزنتيشن سكيلز، بيبقى عنده سكيلز على التيبل، بيبقى عنده كلوزنج سكيلز بيكتسبها مع الشغل. طبعا بيبقى عنده سكيلز في المناقشه بتاعه العقود، حتى لو هو ملوش علاقه بالشؤون القانونيه، بس طبعا لازم بيبقى قاري العقد وبيبقى عنده سكيلز بقى، لان بيبقى كذا عميل سأله في اكتر من بند، فخلاص هو دماغه حفظت البنود اللي الناس بتسأل فيها، فخلاص بقى عنده سكيلز في هندلة النقط بتاعه العقود دي. طيب طبعا بقى ايه، خلينا نقول ان البروكر كده لازم منك حفظ مشاريع كتير،
منك لازم يكون تعمل مكالمات كتير جدا، سواء بقى ليدز نزلت لك او اولد ليدز او الكلام ده كله، لازم تشتغلها بشكل كبير، لان انت كل ما عدد مكالماتك بيزيد كل ما نسب ان انت تفتح عملاء ويبقى معاك ناس بوتنشال بتزيد. لازم تفولو مع العملاء بتوعك، بتنزل طبعا ميتنج كتير مع العميل وبتلف معاه هنا وهنا وهنا وهنا. الكومبيتيشن طبعا عالية، لان نفس العميل ممكن يسجل مع كذا شركة، فانت الكومبيتيشن بتبقى عالية جدا في الشركات البروكر. طيب الديفلوبر، طبعا الديفلوبر يعني ايه التعب شويه بتاعها بيبقى في الاورينتيشنز، في هندله الجروبات، الريكوستات مثلا الكتير، لان انت بيبقى معاك عدد جروبات بعدد سيلز، فايه بيبقى في ريكوستات كتير. فدي طبعا كل حاجه ليها التعب بتاعها. طيب مين اللي بيكسب اكتر، البروكر ولا الديفلوبر؟ دي ارزاق بتاعت ربنا، يعني دي محدش يقدر يجزم. انت ممكن تبقى ديفلوبر معاك الاكونتات اكتف معاك، نازل بمشروع حلو بلونش كويس، ربنا يكرمك فبتلاقي توتال المبيعات معاك عملت معاك فلوس كويسه. طيب البروكر، برضو البروكر انت بتاخد انسنتيف كويس، بتشتغل، فدي ارزاق، دي انت رزقك مكتوب لك، رقم هيجي لك سواء في ديفلوبر او بروكر. انت اهم حاجه عليك ان انت تسعى وتبذل الايفورت. فانت ولا تقول لا ده الديفلوبر بيكسب، لا، هنا بيكسب وهنا بيكسب، واي حد بيشتغل في اي مجال وبيجتهد فيه ربنا بيكرمه. فهنا هتكسب وهتعمل فلوس، وهنا هتكسب وهتعمل فلوس. فبس انت اجتهد وظبط شغلك وخليك كير على شغلك، وربنا هيكرمك بشكل كبير جدا. طيب لو حد لسه هيبتدي الشغل في الريل استيت، يشتغل ديفلوبر ولا بروكر؟ انا بنصح اي حد لسه فريش او هيشتغل، لا، اشتغل بروكر الاول. البروكر هتنشف عظمك، هتخلي عندك نوليدج كبيره، هتبدا ان انت تلم السوق، يبقى عندك اكسبيرينس فيه، هتبقى ايه يعني الكومبيتيشن فيه عاليه، فانت عظمك هينشف وهتبقى يعني سيلز كده ايه قوي، تعرف تكمبيت وتعرف ان انت تشد العميل، تعرف ان انت تتعامل مع الحاجات اللي موجودة في السوق. فطبعا ابدأ بالبروكر، بعد كده بقى خد فيها الاكسبيرينس بتاعتها واعمل فيها نجاح واعمل فيها بيع. بعد كده حبيت تاخد الستيب بتاعه الديفلوبر، اوكي، حبيت تكمل از بروكر وعجبك الموضوع بتاع البروكر، اوكي. بس انا بنصح اي حد لو انت هتبدا، لا، ابدا از بروكر. في حاجه بقى مهمه يعني عايز اتكلم عليها، والحاجات دي المفروض بجد ان احنا نبدا ندرسها، يعني الاسكس او اخلاقيات المهنه، لان طبعا احنا السوق بتاعنا فيه تجاوزات بقى حدث ولا حرج. طيب يعني خلينا نتكلم بقى ايه الاخلاقيات اللي المفروض تكون عندنا. يعني اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يبيع احدكم على بيعة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني لو انت معاك عميل هو مسجل مع كذا حد، اوكي يا باشا، كمل ودوس واعمل واضرب واشتغل وكل حاجة. بس لو قال لك انا حجزت او اشتريت، ما تحاولش ان انت خلاص هو خد اكشن، هو باع، فما تنطش بقى على بيعة اخوك وتحاول تنتشه منه، وتحاول ان انت تكرهه في الحاجة، وتحاول ان انت تخليه يفسخ لا، بلاش بلاش بلاش. خليك يعني ايه، هي النهارده عنده بكره هتبقى عندك، يعني فالدنيا دواره، فما يحصلش معاك نفس الموقف، يبقى عامل حاجز معاك فتقابل نفس الموقف ان حد بيضرب له او عايز ينتشه منك او الكلام ده كله. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، رحم الله امرئ سامح اذا باع سامح اذا اشترى. يعني خليك سامح مع الكلاينت كده واسلوبك ظريف والدنيا معاك كويسة، عشان برضو دي من ضمن الحاجات الكويسة، لان انت كده كده هتكسب من الكلاينت ده، فانت لازم تعامله معاملة كويسة وتديله حقه وتفضل معاه للاخر، لان يعني برضو الناس دي بتبقى بتدفع تحويشة عمرها وبيبقى عندها ستريس وبيبقى متوترة. فلا، خليك هادي مع الناس، ويعني ايه، خليك كويس معاهم. طيب برضو ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقي الله في شغلك، يعني بقى اتقي الله
في شغلك ما تستناش ان مديرك يجي يراقب عليك، ما تستناش ان انت حد يقول لك حاجه. لا، انت خلاص انا نازل عشان اشتغل، فانا هتقي ربنا في شغلي في كل حاجه، في كل حاجه.